السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي، من مواقف الصحابة الجميلة العظيمة، وكل مواقفهم جميلة وعظيمة. موقف لأحد الصحابة الأجلاء واسمه حدير رضي الله عنه وارضاه. في غزوة تبوك كان حدير يسير في آخر الجيش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزود الصحابة بالطعام، إلا حدير نسيه عليه الصلاة والسلام. فما كان من الله سبحانه وتعالى الذي قال فاذكروني أذكركم، وكان حدير وهو ماشي يذكر الله سبحانه وتعالى ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنها خير الزاد. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن أنزل أمين وحيه جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبره بأن رجل في مؤخرة الجيش يسير ويذكر الله سبحانه وتعالى، وأنك نسيت يا محمد عليه الصلاة والسلام أن تزوده بالطعام، فأرسل إلى من يزوده بالطعام، أرسل إليه من يزوده بالطعام. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أرسل أحد الصحابة ليزود حدير بالطعام، وفعلا ذهب إليه وقال له حدير هذا الطعام من النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتذر إليك النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى بسببك أنزل أمين الوحي جبريل عليه السلام يذكرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من حدير إلا أن تعجب وقال الله ذكرني سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، وأنزل أمين الوحي جبريل عليه السلام. فما كان من حدير من شدة فرحه وتعلق قلبه بالله إلا أن رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك كما لم تنسى حديرا فاجعل حديرا لا ينساك، رضي الله عنه وارضاه. رجع ذلك الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بفرحة حدير بأن الله ذكره ودعاء حدير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي، قال له لو أنك نظرت إلى السماء عندما دعا رأيت لدعائه نورا بين السماء والأرض. نعم إخواني، هؤلاء الصحابة الأجلاء، وهذه مواقفهم العظيمة وارتباط قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وذكرهم لله سبحانه وتعالى. وصدق الله الذي قال فاذكروني أذكركم. والله شرف إخواني وأحبابي أننا نذكر الله سبحانه وتعالى ونحن نمشي على الأرض، فيذكرنا الله سبحانه وتعالى من فوق عرشه جل وعلا. فلنكن إخواني أحبتي دائما ذاكرين لله سبحانه وتعالى، مسبحين محمدين مهللين مكبرين محوقلين لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم.